السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا طلاب ازهر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى يا باشا نصلي على النبي. النهارده في محاضرتنا هناخد نص منهج الاسلامك. عايز حضرتك كده تركز، تصلي على النبي. هنبدأ دروسنا البسيطة جدا جدا، 4 دروس. الموضوع بسيط وسهل بأمر الله تعالى. قبل ما أبدأ هتلاقي في كلمات، الكلمات دي حاول على قد ما تقدر تحفظها وتفهمها كويس، واحنا نحاول على قد ما نقدر نسهل لك المعلومة بأمر الله تعالى. تعالى كده نقول الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني توكلت عليك يا فاطر السماوات والأرض. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. بسم الله توكلت على الله. اول درس عندنا بامر الله تعالى، او اول حاجه هنتكلم فيها كده دلوقتي. ماشي، خلينا في الهايلايت. انا هتكلم عن حاجه اسمها الفاليوز. ايه الفاليوز؟ معناها القيم. طيب، اول قيمه هتكلم عنها هي حاجه اسمها الاونستي. كلمه اونستي معناها الامانه، والاتش هنا سايلنت حضرتك. فلما تيجي تقول اونستي قول اونستي من غير الاتش، اسمها الامانه. طيب، ايه الكلمات اللي عندي في درس الامانه؟ انا عندي كلمه اونستي معناها الامانه، تمام. عندي كلمه اسمها sincerity. sincerity معناها الاخلاص، sincere معناها مخلص. طيب، عندي كلمه اسمها virtue معناها فضيله. عندي كلمه اسمها teachings معناها تعاليم. طيب، عندي كلمه اسمها command. command معناها امر او يامر، هنا جاي noun وجاي verb، جاي اسم وجاي فعل. طيب، عندي كلمه اسمها render. يعني ايه render؟ يعطي او يؤدي as a result يعني. correlate with. correlate with يرتبط بيه، زي كلمة related to. consistent معناها متوافق أو متناسب. عندي كلمة اسمها in private and public. كلمة in private and public اللي هي في السر وفي العلن. لما نيجي نقول في السرية وفي العلنية، إن أنت تكون صادق في أقوالك وأفعالك في سرك وعلنيتك قدام الناس ولوحدك. هي اسمها in private and public، لازم يبقى الاتنين. عندي كلمة اسمها strive. يعني إيه strive؟ strive دي جاية بمعنى يبذل مجهود، يسعى، يعمل مجهود في حاجة. فكلمة strive معناها يسعى أو يبذل مجهود. هتلاقي في كلمة اسمها comprehensive. يعني ايه comprehensive؟ يعني شامل، حاجة عمومية. هتلاقي في كلمة اسمها aspects، مظاهر أو جوانب أو مبادئ. set an example، يضرب مثلا. طيب، implement معناها ينفذ أو يطبق. mission معناها مهم. trustworthy معناها جدير بالثقة. يعني ايه trustworthy جدير بالثقة؟ يعني لما اجي اقول مثلا البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، شخص طبعا 100% جدير بالثقة. انا شخص موثوق بيه جدا جدا في اقواله وفي افعاله وفي كل حاجة، انا اصلا مقتدي بيه، خلاص يبقى ده شخص trustworthy جدير بالثقة. عندي كلمة اسمها truthfulness معناها المصداقية، الصدق. طب كلمة speech معناها كلام او حديث او خطاب. كلمة ديدز معناها أفعال. طب يا مستر يعني إيه برضه أفعال ديدز؟ يعني أنا لو جيت قلت لك أنت حضرتك لازم تكون صادق في أقوالك وأفعالك، يبقى الأقوال اللي هي سبيتش، طب في الأفعال اللي هي ديدز. تمام. عندي كلمة اسمها imply. imply معناها يدل على أو يشير إلى. الكلمة اللي تحت دي كلمة مهمة قوي، معناها ظروف. يعني إيه ظروف؟ circumstances. circumstances معناها ظروف. يعني ايه برضو بتيجي ازاي في الجمله؟ والله اجي اقول لك ان انت لو شخص المفروض كشخص مؤمن، شخص امين، شخص صادق، لازم تقول الصدق في كل الظروف تحت اي ظرف. سواء انت ظرفك سهل او صعب، تقول صدق، تقول الحقيقه. حلو، في اي ظرف circumstances. intimately. كلمه intimately معناها بموده، برحمه. pure معناها نقي او طاهر. عندي كلمه بير معناها يعني يتحمل، بلاش يحمل دي. hatred معناها كراهيه. malice معناها حقد او ضغينه. malice. hardships معناها مصاعب، زي كلمه اسمها difficulties. يبقى انت عندك hardships و difficulties معناهم مصاعب. عندي كلمه اسمها fulfill a promise. الكلمه دي مهمه قوي يا اخواتي. يعني ايه fulfill a promise؟ تطبق الوعد اللي انت بتقوله، تنفذه، توفي بوعدك، خلاص كده. علشان تبقى شخص صادق لازم حضرتك لما توعد تكون قد كلمتك. flawless. بص مكتوب عندك لا تشويه او بلا شائبه. شائبه وتشويه، اكتب لي بلا عيب، بلا عيوب. الحاجه اللي انت عايز تقول عليها بلا عيوب هي flawless. facilitate. facilitate او facilitate. facilitate معناها يسهل او ييسر، يسهل حاجه. facilitate. persuasion. persuasion معناها الاقناع. persuade معناها يقنع. يبقى انا عندي كلمتين: persuasion الاقناع، persuade يقنع. good example قدوه حسنه، زي البروفيت طبعا سيدنا محمد. faith الايمان. compulsion. كلمة compulsion هنا السي اي او ان، المقطع الأخير ده حضرتك تكتب لي جنبه شن، علشان لما تيجي تنطقها بأمر الله تعالى تقول لي ايه compulsion. يعني ايه compulsion؟ compulsion بتيجي بمعنى الإكراه أو القهر. طبعا عندي كلمة اسمها hypocrisy. hypocrisy
معناها رياء او نفاق. طب hypocrite دي معناها شخص منافق. كلمة contribute to معناها يسهم فيه او يساهم فيه. plagiarism معناها سرقة أدبية، وأعرفك هي زي جاية زي مع حتة الأونستي. oppose معناها يعرض. certificate معناها شهادة. unethical معناها غير أخلاقي، يبقى أنت عندك كلمة اسمها ethical لوحدها من غير الun. ethical معناها أخلاقي، لما حطيت قبلها الun بقت unethical، بقت غير أخلاقي. عندي كلمة اسمها theft يعني سرقة، وافتكر كلمة حضرتك عارفها اسمها thief يعني سارق أو لص. in brief معناها بالمختصر أو باختصار. دي الكلمات اللي عند حضرتك. تعال نشوف كده أول جملة مقالي بتجيلك. عندي كلمة اسمها a social demand، الأمانة كمطلب اجتماعي. يعني بستخدمها في إيه؟ أولا أنا عندي كلمة honesty and sincerity and goodwill، الأمانة والإخلاص والنية الحسنة الكويسة are essential. كلمة essential حضرتك معناها أساسي أو ضروري. الحاجة الاسينشال هي الحاجة الأساسية أو الضرورية. virtuous معناها فرائض، فهي دي حاجات ضرورية في الإسلامك تيتشنجز، في التعاليم الإسلامية. طب أنا دلوقتي عايز أقول سؤال بسيط قوي بيبي. تعالى كده ناخد القلم الجميل ده ونقول لك إيه السؤال. What are the essential virtues؟ نكمل باقي الجملة in Islamic teaching. حضرتك ايه هي الفرائض او التعاليم اللي موجوده الاساسيه طبعا في حته التعليم الاسلاميه؟ حضرتك هتقول له 3 كلمات، الا وهما ايه ال3 كلمات دول يا ريس؟ هتقول له كلمه اسمها honesty اي هي الامانه، كلمه sincerity الاخلاص، وكلمه goodwill النيه الحسنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طبعا بيشرح لك الآية بتاعت حضرتك بالإنجلش. طيب هات الآية اللي بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. طبعا هو بيشرح لك الآية بتاعتك، بس تعالى نقول indeed Allah commands you to render trust to whom they are due. بيقول لك ان ربنا بيأمرنا ان احنا نراجع الامانات لاصحابها، وكمان نثق بالناس اللي هي يستحقوا الثقة دي. هات لي من اول بقى كلمة honesty. بسم الله الرحمن الرحيم. honesty with Allah، الصدق مع ربنا must correlate with honesty toward others. الصدق مع الله او الامانة مع ربنا هي اصلا مرتبطة جدا جدا بان انت تبقى امين مع الاخرين. To be honest ان انت تكون صادق is to be consistent with the truth in private and public. ان انت تكون شخص صادق، ان انت تبقى متناسب متلائم متوافق مع حته ان انت تكون صادق في البرايفت في حياتك في السر and public وفي العلن، ان انت ما تقولش الا الصدق في السر وفي العلانيه يعني. طيب عندي كلمه بعد كده الجمله we ought من اول هنا we ought to strive. كلمه strive لو خدتها فوق بمعنى يسعى يبذل مجهود towards comprehensive honesty، ان احنا لازم نسعى ان احنا نطبق comprehensive honesty الامانه الشامله in all aspects في كل مناهج حياتنا او مبادئ حياتنا. طيب كلمه prophet محمد صلى الله عليه وسلم النبي set a good example، هو قدوه حسنه طبعا بالنسبه لنا. ماشي، قدوة حسنة في الامبلمنتنج اونستي، في تنفيذ الامانة او تطبيق حتة الامانة. طبعا هو القدوة بتاعتنا في اي حاجة حلوة سيدنا محمد. even before his mission، حتى قبل المهمة بتاعته he was known as the honest and the trustworthy. هو قبل المهمة بتاعته، قبل لما يبعث لينا كنبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كان معروف بحتة الصادق الامين، وحتة كمان ان هو الجدير بالثقة. طيب العنوان اللي بعد كده عندك حاجه اسمها انواع الامانه types of honesty. انواع الامانه ايه يا ريس؟ فبيقول لك the virtue of honesty، فريضه الايمان او فريضه الامانه includes تتضمن truthfulness الصدق of one's speech and deeds. حلو قوي، وسؤال بيجي عليها. هي حته قول الامانه بتتطلب ان انت تقولها في الافعال بس؟ لا. في الاقوال بس؟ برضه لا. حضرتك لازم تؤدي الامانه في حاجتين، في السبيتش في حديثك، وفي الديدز في افعالك. Honesty of speech الأمانة في الحديث implies telling the truth بتتطلب قولك الصدق in all situations في كل المواقف and under all circumstances وتحت أي ظرف، تحت كل الظروف تقول الصدق. The heart and the tongue القلب واللسان are intimately connected
هم مرتبطين مع بعض بالمودة. honest words الكلمات الصادقة comes أو come بقى from a pure heart، هي بتيجي من قلب نقي أو قلب طاهر. an honest heart القلب الأمين ده أو الشخص الأمين عامة بقى is one that does not bear hatred or malice. القلب النقي او القلب الطاهر هو القلب اللي مش بيستحمل اي حاجه ليها علاقه بالكراهيه والحقد، الكراهيه والبغضاء. بص شخص سالك، تعال نقولها بالعاميه، هو شخص سالك. الشخص ده في قلبه استحاله يكون في ذره حقد على حد، بيحب الخير لغيره قبل نفسه، ده شخص سالك يا عم. فهو ده بيقول لك يعني الشخص الامين، الشخص الطيب ابو قلب طيب ده بيحب الخير لغيره وما فيش في قلبه اي ذره حقد ولا كراهيه. الله helps those who are honest to overcome difficulties. ربنا بيساعد الناس اللي هم الامناء ان هم يوفركم. كلمه اوفركم معناها يتغلب، يتغلب على، يتغلب على ايه يا عم؟ الديفيكولتيز. خدنا كلمه ديفيكولتيز بمعنى صعوبات، وكلمه هاردشيبس بمعنى مصاعب برضو او صعوبات. يبقى ربنا بيساعد طبعا الناس او بيعين طبعا الناس الامينه ان هم يعدوا اي مصاعب في حياتهم. حلو قوي. honesty of deeds includes fulfilling promises. يلا هات لي بقى العنوان ده عنوان لوحده، ها. ان الامانه في الافعال بتتطلب، احنا خدنا فوق الامانه في القول honesty of speech ان انت تقول الحقيقه وشرحها لك. طب هات لي بقى ايه honesty of deeds؟ الامانه في الافعال، وهنا فيها سؤالين مختلفين، يجي يقول لك هي امانه القول بتتطلب ايه وامانه الفعل بتتطلب ايه. حضرتك هتعلمني على العنوان ده اهو. honesty of deeds امانه الافعال بتتطلب fulfilling promises ان انت تطبق او توفي بالوعد، الوعد اللي حضرتك قلته. giving the right advice ان انت لو جه حد طلب منك نصيحه تقول له النصيحه الحقيقيه، النصيحه الصح يعني ترشده صح. and doing one's work as sincerely and as flawlessly as possible ان انت حضرتك تعمل شغلك باتقان باخلاص وبقدر الامكان يبقى بلا اي عيوب. يا بس احنا ينفع نعمل شغل بلا عيوب؟ باشا لا، طبيعي هتغلط، بس تغلط عن قصد حاجه وتغلط من غير قصد حاجه، خلاص كده. وانت بتحاول على قد ما تقدر في سعاده شغلك، في حضرتك في اي شغل في اي مجال بتتقل في شغلك، سواء بقى انت مدرس شغال موظف شغال مش عارف ايه شغال يا عم مدير شركه صاحب شركه، حضرتك انت بتتقل في الحاجه اللي انت بتعملها. فبتعملها بإخلاص وبتعملها بلا أي عيوب. تعال نشوف كده الأمانة كمطلب ديني واجتماعي. honesty as a religious معناها ديني and social demand مطلب اجتماعي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ولا يتق الله ربه. بيشرح لك الآية بتاعت سعادتك، صدق الله العظيم. هات لي من أول كلمة honesty. honesty الأمانة must guide our behavior بترشد السلوك أو بتوجهنا، بتوجه سلوكنا at every level في كل مستوى. استأذنك ثانية واحدة، بسم الله الرحمن. ماشي. Islam commands Muslims الدين الإسلامي بيأمرنا كمسلمين to be honest إن إحنا نكون أمناء، أمينين طبعا يعني شخص صادق. to oneself لنفسنا and to others وللناس التانية. السؤال يجي عليها يقول لك صح وغلط، هو أنت هنا المفروض تكون أمين لنفسك بس؟ طبعا غلط. تكون أمين للناس بس برضو أكيد غلط، تكون أمين مع نفسك ومع الناس. Our most important goal أهم أو أعظم أو أسمى جول هدف لينا is to facilitate and encourage honesty إن إحنا نسهل ونشجع حتة الأمانة، إن أنت تكون أمين مع ربنا. ماشي ثانية واحدة كده عشان بسم الله الرحمن الرحيم. خير إن شاء الله، خير 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 خير. إحنا جينا فين؟ ما حصلش أي حاجة، نكمل عادي جدا جدا جدا. ماشي أهو يا عم إن شاء الله هو دي facilitate and encourage honesty to Allah by persuasion ان انت تشجع حته الامانه دي. ان احنا نكون امينين مع ربنا بحته الاقناع persuasion، لان احنا طبعا استحاله لو حد جه كلمك بغصب، لان ديننا الحمد لله رب العالمين ما اتكلمش كده باكراه ولا بغصب ولا لا لا لا، ده هو بيقنعك علشان تفهم. and the good example وبالقدوه الحسنه طبعا اللي هي زي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. faith الايمان displayed out of a compulsion or an state of hypocrisy has no value. يقول لك ان الايمان ده ما عملش اي قيمه وما قلناش على اي حاجه ليها علاقه بالكراهيه وليها علاقه بالرياء وليها علاقه بالنفاق. طبعا الايمان بيمنع الحاجات دي او اسلامنا بيمنع الحاجات دي تماما. حلو قوي. honest citizens الناس اللي هم الامناء دول contribute to بيساهموا في ال welfare of our societies by performing their duties. ان الناس دي يعني
بتساعد في حته المجتمع ان هم لما بيأدوا واجباتهم. يا مستر واجبات هنا الهوم وركس؟ لا، الهوم ورك مش الواجب، الهوم ورك واجبك الدراسي. طب الديوتي الواجب اتجاه المجتمع. and courageously بشجاعة speaking the truth بيقول الحقيقة وصدق بشجاعة about social أو about social problems المشكلات الاجتماعية. يعني لو حضرتك بأمر الله تعالى عايز تدي رأيك الجميل اللي ملوش أي لازمة في حاجة، يعني تقولها بصدق، تقولها بصدق وبدون أي نفاق، ومش عشان مصلحة حد أو مصلحة نفسك تكذب. اخر عنوان عندي الحمد لله في الدرس الاولاني البلاجرازم. البلاجرازم معناها السلطه الادبيه. مستر هو ايه علاقه السلطه الادبيه بحته الاونستي، بحته الامانه؟ باشا بقول لك ان السلطه الادبيه دي، لو انا جيت خدت مثلا واحد صاحبي مؤلف كتاب، قمت انا جاي واخد منه كتاب وكتبته باسمي، هنا اسمها بلاجرازم، سرقه ادبيه. هو انت هنا شخص امين؟ لا، انت شخص مش امين. خلاص كده. فطالما انت شخص مش امين حضرتك، انت هنا بلاجرازم السرقه الادبيه هي جزء من اجزاء الامانه. تعال نشوف. اولا في سؤال بيجي لك يقول لك ايه؟ plagiarism نقط honesty. هي كلمة البلاجيرزم معناها السرقة الأدبية. هل هي معناها الأونستي معناها الأمانة؟ لا. طب توافق معنى الأمانة؟ لا. طب تتفق مع الأمانة؟ ودين الله لا. هي تناقض، هي ضد الأمانة. فأنا عايز كلمة اسمها opposes، وهديك كلمة تانية في الاختيارات دلوقتي هتشوفها. opposes معناها ضد. Plagiarism is taking someone else's work or ideas and presenting them as our own. السرقة الأدبية بإن أنت حضرتك بتاخد الشغل بتاع غيرك وبتنسبه لنفسك. سؤال بسيط قوي، مقال يجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم: What does plagiarism ماشي means؟ أو مين بقى عشان أحطها في الانفينيتيف في الماضي. هي plagiarism معناها إيه؟ طبعا مش معناها تيجي تقول لي معناها السرقة الأدبية، ها بطل غباء. plagiarism هتعرفها بالإنجلش هتقول is taking someone work، إن أنت حضرتك بتاخد شغل حد تاني. اور ايدياز وتعرفها بقى على حسب ما انت تفتكر ان شاء الله. ام بريزنتنج هتقول له الجمله الجميله دي كلها ات از اور اون ان هي لنفسنا. طيب خد السطر اللي بعد كده، بقول لك a certificate الشهاده ماشي that one's او one holds should be a proof of the skill and knowledge. حضرتك لو انت شخص معاك شهاده، المفروض ان الشهاده دي دليل على السكيلز، على المهارات اللي عندك وعلى النولج المعرفه اللي عندك. طب هي طالما دليل، لو انا جيت شخص قلت لك ان انا شخص مش امين وخدت شهاده، الشهاده دي مزوره plagiarized مثلا، مزوره، الشهاده انا سارقها اصلا، هل انا هنا مش بعرف حياه الاخرين للخطا؟ ده السطر اللي جاي. هاجي اقول لك ايه؟ if one لو شخص gets a job ان هو حصل على وظيفه based on a plagiarized certificate، شهاده مسروقه، it could be a risk، ده ممكن يكون خطر او مخاطر لحته الاذرز الاخرين. plagiarism is unethical as it's a form of theft. كلمة unethical خدناها فوق معناها غير أخلاقي، وبيقول لك إن هي فورم، هي شكل من أشكال الثفت، من أشكال السرقة. يبقى حتة البلاجيريزم هي شكل من أشكال السرقة. in brief باختصار يا سيدي بقى، honesty الأمانة is doing the right thing، إن أنت تعمل الحاجة الصحيحة in the right way بالطريقة الصحيحة at the right time وفي الوقت الصح. السطر ده يا جماعة مهم قوي وجميل قوي قوي ويلخص لك الدنيا. الأمانة إن حضرتك تعمل الفعل الصحيح، وبعد ما تعمل الفعل الصحيح مش تعمله خلاص، لا ده انت بالطريقه الصحيحه وكمان في الوقت الصح. تعالى كده نحل التشويسز ونحل حته الترو اور فولس ونشوف كده الاختيارات اللي عندك ايه. اول سؤال honesty has implications، الامانه لديها تداعيات in not others. طيب هي كلمه dealing معناها التعامل، كلمه speaking معناها الحديث مع الاخرين، كلمه walking معناها المشي. هو حضرتك الامانه حضرتك بتطبقها بحته المشي مع الاخرين؟ يبقى حضرتك غلط طبعًا. أنت الأمانة بتعملها مع حاجة اسمها الdealing التعامل، وحاجة اسمها الspeaking الكلام. يبقى أنا هاختار الإجابة اللي هي number D A and B. طبعًا الإجابتين ينفعوا طبعًا. We ought to not towards honesty on all aspects of our life، إن إحنا لازم نسعى لتطبيق الأمانة في كل مناهج الحياة. فأنا عايز كلمة نسعى survive معناها ينجو أو يحاول البقاء على قيد الحياة. أنا عايز كلمة اسمها strive طبعًا اللي هي number B هي اللي صح. هات لي كلمة honesty in speech، الأمانة في الspeech في الحديث. نقط telling the truth in all situations. حضرتك supplies معناها يمد أو إمدادات. memorize معناها يفتكر. delay معناها يؤجل.
طبعًا عايز كلمة implies معناها يطبّق أو ينفّذ. حضرتك إن أنت علشان تطبّق الأمانة في الحديث لازم تطبّق إن أنت تقول الصدق. كلمة أو الجملة اللي بعد كده sincerity and honesty and goodwill الإخلاص والأمانة والنية الحسنة not our behavior at every level. أنا عايز أقول بترشد سلوكنا في كل مستوى أو مراحل الحياة، فأنا عايز الكلمة الأولانية اللي هي guide. plagiarism not honesty. السؤال اللي باقول لك عليه هي بقى تعالَ نشوف الاختيارات، هي السرقة الأدبية اللي هي plagiarism not honesty. agrees with هي بتتوافق معاها؟ طبعًا لأ. is the same as هي نفس معنى الhonesty؟ برضه لأ. في كلمة اسمها contradicts أو contradicts. كلمة contradict معناها يتناقض. معناها يا مستر يتناقض. يبقى أنا عندي كلمتين بمعنى يتناقض أو ضد opposes وcontradict. عندي كلمة اسمها accept دي معناها يوافق أو يقبل، طبعًا دي ما تنفعش عشان كده الاختيار بتاعك هيبقى C. طيب دي أسئلة الاختيارات، تعالَ نقول true and false. نقول كده إيه honesty implies telling the truth sometimes. علّمني على كلمة sometimes. قولك الصدق أو ماشي الحقيقة يعني بيتطلب إن أنت تقولها أحيانًا والّا على طول؟ هتقول لي طبعًا على طول عشان كده أول واحدة غلط. التانية honesty is to be consistent with the truth in private too. حلو، هي هنا صح. ليه صح؟ هو هنا لو قال لك in private بس قُل له غلط. يعني in only private أو in private only قُل له لأ يا عم ده مش في الprivate بس، مش في حياتك الخاصة أو مش في السر بس. لأ in private and public في السر وفي العلانية. عشان كده ممكن تمشي دي صح، إنما لو قال لك only لأ غلط. لازم تقول له الاتنين مع بعض. 3 honesty includes truthfulness in one's words only. الأمانة بتتطلب الصدق أو تشمل حتّة الصدق في الكلمة بس، برضه غلط. تعالَ أجاوبها لك بالأزرق التاني عشان ده بيروح. الأولانية غلط، التانية صح، التالتة غلط. honest words come forth from a pure heart. هو هنا الإسلام بييجي أو يعني الكلام بيطلع من pure heart من القلب النقي طبعًا صح؟ Islam commands Muslim to be honest to himself only. هو الإسلام أمرنا إن إحنا نكون صادقين مع نفسنا بس؟ لا يا باشا، صادقين مع نفسنا ومع غيرنا، فعلشان كده دي ما تنفعش. يبقى حضرتك بتمشي معاها حاجة، حاجة، بتبدأ تفهم من خلال ترجمتك للجملة هي دي عايزة إيه بالضبط. طيب أول سؤال what are honesty and truthfulness related to؟ مرتبطين ببعض إزاي؟ هترجع للحتة اللي إحنا جاوبنا عليها فوق. What are the essential virtues in Islamic teaching؟ إيه هي الفرائض اللي موجودة عندك في الإسلاميك teaching في التعليمات الإسلاميك teaching التعليمات الأساسية أو التعليمات الدينية طبعًا، الأساسية طبعًا. اللهم صل على سيدنا محمد. إيه هي الفروض أو الفرائض اللي عليك؟ هتقول له طبعًا اللي هي الhonesty والsincerity والgoodwill زي ما خدناها فوق. what is plagiarism ودي قلناها فوق. إيه هي السرقة الأدبية؟ الأكمل يا أخواتي هتحلوه بنفس الطريقة اللي إحنا قلنا عليها من خلال فهمك للقطع اللي فوق، فهتبدأ تتعامل معاها. الترجمة مش هتتحل إلا لمّا تحفظ الكلمات، فبعد إذن سعادتك هتعمل pause للفيديو وتبدأ تحفظ كل درس عشان ما تراكمش حاجة عليك يعني. ده كان الدرس الأولاني. خُد لك break كده، خُد لك دقيقتين، هات لك حاجة تشربها وتعالَ نخش على الدرس التاني بأمر الله تعالى. تعالَ بقى يا أخواتي كده نصلّي على النبي وناخد تاني درس. أنا هاتكلم عن حاجة دلوقتي اسمها الtruthfulness اللي هي الصدق. truthfulness الصدق. طيب يعني إيه truthfulness؟ معناها الصدق حلو تمام، أول كلمة تمام. كلمة mutual معناها مشترك. conformity معناها توافق أو انسجام. moral value معناها قيمة أخلاقية. outer خارجي. inner داخلي. weakness شر أو أذى أو حقد بقى. intention معناها نية وعندي كلمة intend ينوي. preaching معناها النصح أو الوعظ جاية من كلمة advice مثلًا. عملية بقى النصح ذات نفسها. preaching ماشي. corner stone حجر الأساس. كلمة حجر الأساس دي يا جماعة أو corner stone مهمة أوي العاملة والأزهر والله. لو جيت قُلت لك مثلًا أي حاجة هو الأساس الذي يُبنى عليه كذا. حجر الأساس دي اللي هي corner stone. upright معناها مستقيم. springboard معناها نقطة الانطلاق. virtuous deeds اللي هي الأفعال أو الأعمال الصالحة. better يحسّن. عندي كلمة اسمها righteousness معناها البِر. elevate معناها يرفع من شأن، باعلّي من شأن. praiseworthy معناها جدير بالثناء، الثناء اللي هو الشكر. شخص يستحق إن أنا أشكره. paradise اللي هي الجنة. كلمة hellfire اللي هي النار أو جهنم والعياذ بالله طبعًا. وعلّم عليها علشان ولازم تحفظها بالحروف
عشان في الاختيارات بيجيب لك كلمات مشابهة ليها في النطق. tell lies إن أنت تقول الأكاذيب، تكذب يعني. consent قبول أو موافقة. cultivate يزرع. implant يغرز. reflect يعكس. foundation أساس، تيجي بمعنى مؤسسة. esteem يؤكد، esteem تيجي بمعنى احترام، أنا آسف، أو تقدير. emphasize هي اللي يؤكد، emphasize. abide by يلتزم بيه. assert يؤكد. standard معيار أو مستوى. categorize معناها يصنف، يعني من كلمة category or category تصنيف. hypocrite منافق أو مرائي، شخص منافق، خدناها الحمد لله رب العالمين أو قلناها. exlated lord of the lords اللي هو رب العالمين، كلمة رب العالمين معناها كده exlated lord of the worlds. تعالى بقى ناخد حتة ال trustworthy as a social demand كمطلب اجتماعي، أو أنا آسف ال trustfulness. ماشي. الصدق is one of the most basic things هو واحد من الحاجات الأساسية والأشياء الأساسية for the establishment of the mutual social relation، إن أنت حضرتك تعمل establishment، تعمل تأسيس لحتة العلاقات الاجتماعية. Islam has therefore attached much importance to truthfulness as a moral value, and the Quran has mentioned it in a various occasions. واحدة واحدة واقرا معايا. الإسلام بيأكد على أهمية التروثفولنس، الصدق، as a moral value كقيمة أخلاقية. and the Quran القرآن طبعا has mentioned it ذكره in various occasion. كلمة occasion معناها مناسبة، والمناسبة هنا مش المناسبة اللي انت الفرح والكلام ده، أي ظرف أي مناسبة اسمها occasions. وvarious معناها متنوع، ترجم بالله عليك الكلام ده، يبقى various متنوع وoccasion معناها مناسبة، المناسبات المتنوعة. truthfulness الصدق is the conformity of the outer with the inner، هي توافق، هو انسجام ما بين الحاجة الخارجية والحاجة الداخلية، الأوتر والإنر. the action with the intention إن الفعل يجي مع النية. the speech with belief إن اللي أنت بتقوله بيجي بإيمان أو صدق. and the practice with the preaching وإن أنت تمارس حتة الأفعال بتاعتك بالنصيحة وبالوعظ، وإن أنت تمشي بالنصح يعني. as such كمثلا يعني truthfulness is the cornerstone of the upright Muslim character and the springboard for his virtuous deed. الصدق هو حجر الأساس إن شخصية الشخص المسلم ده يبقى في أعلى شأنه وفي أعلى مكانه. and the springboard هي نقطة الانطلاق، خدناها فوق عامة، نقطة الانطلاق for his virtuous deeds للأعمال الصالحة بتاعته. حلو قوي. يجي سؤال بسيط قوي يقول لك ايه what is the corner، اكتبه لك يا عم والله العظيم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. what is the corner stone of the upright Muslim's character، اللي هي الجملة اللي فوق. ايه هي الحاجة اللي هي المفروض ان هي كورنر ستون، هي حجر الاساس لشخصية المسلم او المؤمن؟ فانا بقول لك بقى السطر الجميل ده كله يا باشا هو ده اللي هتقوله لي، ان هي من اول كلمه truthfulness is the cornerstone of the upright Muslim's character، ان هي حته الصدق هو الحاجه الاساسيه، حجر الاساس لاي شخصيه مؤمن. طيب تعالى نقول كده الجمله اللي بعد كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا بيشرح لك الايه بتاعتك بالانجلش، فتعالى ناخد حاجه اسمها benefits of truthfulness، فوائد الصدق. طيب ايه فوائد الصدق يا ريس؟ بقول لك ان a person betters himself، الشخص بيحسن بيطور من نفسه by practicing truthfulness، ان هو بيمارس حته الصدق. مستر الصدق ممارسه، طبعا بتعود نفسك ان انت دايما تقول الحقيقه او تقول الصدق. hence ولذلك everyone is elevated to praiseworthy heights and raised in ranks in the sight of Allah as well as the people. ونقف هنا يا عم النقطه، تعالى نترجم بقى اللي احنا قلناه. كل شخص لما بتقول الصدق او تمارس عاده الصدق دي يا عم، ان ربنا بيحطك في اعلى شأن، او بيميزك عن ناس كتيره جدا ممكن بتقول الكذب. فربنا دايما مع الشخص الصادق، ربنا دايما هيعلي الشخص الصادق، ربنا دايما هيحل مشاكل الشخص الامين زي ما خدناها في درس الامين الشخص الصادق.
تعالَ بقى ناخد الحتة اللي بعد كده بيقول لك إيه as prophet محمد طبعًا كقدوة لينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم related in حديث narrated ابن مسعود في حديث عن سيدنا ابن مسعود فبيقول لك طبعًا قولًا عن سيدنا محمد قال truthfulness الصدق leads to righteousness حلو الصدق يهدي إلى حتة البر يبقى الصدق يهدي إلى البر لأن خدنا كلمة righteousness معناها البر and righteousness البر leads to paradise والبر يهدي إلى الجنة يبقى حضرتك ده شرح طبعا الكلام شرح الكلام بقول لك ان بالانجلش بالظبط كده ان انا باخد الحته الصدق بتهدي الى البر طب والرايتشسنس اللي هو البر بيهدي الى البارادايس اللي هي الجنه تعال نكمل and a man keeps on telling the truth والشخص اللي بيقول الحقيقه او بيفضل ان هو يقول الحقيقه until he becomes a trustful person طبعا بيبدا شخص يبقى صادق جدا جدا falsehood الكذب او ان انت تقول حاجات خاطئه leads to wickedness تقول حاجات خاطئه بتهدي الى الشر والwickedness والشر بيهدي الى الهيل فاير الى الجحيم والعياذ بالله او الى لا دي الجحيم ايوه او الى جهنم حلو يبقى انا دلوقتي اهو شرح الحته دي بقول لك ايه قولك الصدق بيهدي الى البر فالبر بيهدي الى البارادايس اللي هي الجنه طب يلا عكسها ايه ان انت تقول الكذب بيهدي الى الشر والشر بيهدي طبعا او بيودي بيك طبعا يضلك بقى الى حته الجحيم والعياذ بالله ربنا يا رب يعني يعافينا واياكم طيب and a man may keep on telling lies والشخص اللي بيقعد يقول كذب till he is written before Allah a liar بيتكتب عند ربنا ان هو كذب يبقى الشخص اللي بيقول صدق حضرتك عند ربنا صادق الشخص اللي بيقول كذب عند ربنا كاذب والحاجات بديهيه واضحه جدا جدا العنوان اللي بعد كده عندي حاجه اسمها truthfulness as a habit الصدق كعاده يا مستر هي الصدق عاده طبعا عاده تعال بقى نشوف telling the truth قولك للصدق or telling lies او قولك حتى للكذب are learned habits هي عادات مكتسبه عادات مكتسبه we should practice telling the truth احنا لابد يجب ان احنا لازم نتعود على حته قول الصدق it becomes our nature لحد ما تبقى طبيعتك يعني انت حضرتك هتفضل تقول حاجات حقيقيه وتفضل تقول الصدق ما تتعودش على الكذب لحد ما تبقى طبيعتك انت مش بتتعب علشان تقول الحقيقه without any effort بدون اي مجهود so لذلك truthfulness الصدق is something which is to be cultivated till it becomes implanted in a person's heart يقول لك هي بتبقى حاجه المفروض ان انت بتعملها باجبار شويه بتجبر نفسك انك تعملها لحد ما تبقى planted مزروعه في قلبك and therefore reflected throughout daily life وكمان بتبدا تنعكس على حياتك اليوميه اخر عنوان معانا the importance of truthfulness اهميه الصدق طبعا عنوان سهل جدا بيجي يسالك سؤال بسيط ايه هي اهميه الصدق what is the importance حط what is يلا what is the importance of truthfulness ما هي اهميه الصدق فاجي اقول لك ان truthfulness is the foundation هي اساس of all good اساس كل حاجه خير كل حاجه كويسه اول حاجه people trust a man الناس بتثق بالشخص who speaks اللي بيتحدث rightly بطريقه صحيحه and truthfully وبصدق they hold him in esteem and accept every word of his to be correct هم بياخدوا كل كلمه منهم بالتاكيد كل كلمه حضرتك انت لو شخص صادق بتقول للناس كلام الناس بياخدوا كل كلمه منك ان هي كلمه جديره بالثقه جديره ان هم يصدقوها اسلام emphasizes بيأكد الاسلام طبعا على ال importance of abiding by truthfulness all the time الاسلام بيأكد على حته التزامنا لازم حضرتك تلتزم بالصدق في جميع الاوقات في كل وقت ذا نوبل القرآن الكريم sends powerful signals بيرسل لنا إشارات قوية قوي from time to time من وقت للتاني to assert علشان يأكد the fact حقيقة that truthfulness إن الصدق is the standard by which people are categorized before the exalted Lord of the worlds حضرتك عن حقيقة إن الأشخاص اللي بيقولوا الصدق دول هو ربنا مميزهم قوي رب العالمين طبعا لان الجمله الكبيره دي اللي هي exalted
exalted Lord of the worlds، رب العالمين ميز الناس دي، مميزهم الناس اللي بتقول الصدق. They are either truthful or utter hypocrites. يا اما هم صادقين يا اما hypocrites. كلمة hypocrite يعني منافق، جمعتها بقت منافقين. فالناس دي المفروض ان هم لو بيقولوا الحقيقة بقوا truthfulness، بقوا ناس بيقولوا الصدق. لو هم منافقين فهم مش هيقولوا الصدق. دي طبعا اهمية الصدق. هتقول لي الجملة الاولانية اللي فوق لو جه سألك على اهمية الصدق. تعالى نصلي على النبي نشوف التشويسز عندنا. اول اول سؤال truthfulness، الصدق is the نقط of the practice with the preaching. عايز اقول هو حجر، او هو ال الحاجه الاساسيه، هي الحاجه المستمره، هي الكونسنت. truthfulness is a نقط value، طبعا هي moral value. truthfulness makes a person's life، عايز اقول ان هي بتجعل حياه الشخص مستقيمه upright او معتدله. wickedness leads، الشر بيؤدي الى السؤال اللي بقولك عليه. انا عايز كلمه بمعنى الجحيم او جهنم والعياذ بالله، اللي هي هيل فاير، اللي هي نمبر دي. هتلاقي كلهم شبه بعض. انا عايز هيل فاير الاخيره. اسلام emphasize the importance of نقط by truthfulness، هو بيأكد على الابايدنج الالتزام بتاعنا بالصدق. دي الاختيارات بتاعت سعادتك. تعال نشوف الترو اور فولس. عندي اول حاجه اللي هي التروثفولنس is a basic thing of relation، طبعا هي حاجه اساسيه للعلاقات. telling lies is a habit that must، علمنا على كلمه must بالله عليك. must be learned. هو انا حضرتك قولك للكذب لابد انك انت تتعلمه؟ لا طبعا. هو انت عايز تقول لي ان هي عاده مكتسبه؟ لو جه قال لك هي عاده مكتسبه صح، سواء الكذب او الصدق عاده مكتسبه. انما انا بقول لك لا، لابد يجب ان انت تتعلم الكذب، لا طبعا. ده هو الدرس كله عن حته الصدق. The mark of a pure heart is telling the truth، طبعا علامه القلب النقي ان هو بيقول الحقيقه 100% صح. True. Who speaks rightly and truthfully is trusted، الشخص اللي بيقول الحاجه صح وبيقولها بصدق طبعا هو شخص موثوق به trusted. طبعا true. Number 5 people are either truthful or utter hypocrites، كانت موجودة في آخر حاجة في ال importance of truthfulness، في أهمية الصدق. آخر سطر خالص أصلا في الدرس بيقول لك إن فعلا الناس يا إما صادقين يا إما منافقين. الأسئلة الحمد لله رب العالمين إحنا أصلا قلناها فوق وإحنا بنشرح، حضرتك هتراجع حتة الترجمة تاني، هي هتيجي بحفظك للكلمات. خد لك يا عم بريك دقيقتين تاني، عايز تشرب لك بقى مية، عايز تقوم تصلي لو في صلاة، وتعالى ناخد الدرس الثالث ان شاء الله وناخد الرابع بعده، يبقى كده خلصنا يونت 5. نصلي على النبي كده ناخد الدرس الثالث، الا وهو العنوان بتاع الدرس الثالث بيقول لك بقى ايه. خدت انت كلمه سترايف لو انت حفظتها بمعنى يسعى. طيب هنا بقى سترايفنج السعي فور اكسلنس، السترايفنج فور اكسلنس السعي للتميز. طيب انا عندي اول كلمه بيرفكت. بيرفكت معناها يتقن، perfection معناها الاتقان، broad ده واسع، كواليتي دي اللي هي الجوده، وعايز تنطقها صح التي انطقها فلاب تي اللي هي دي خفيفه كده. باشن يعني شغف، اكسلنس يعني تميز، behaviorance يعني الاحسان، benevolence الاحسان. ماشي ثانيه واحده تعال نكمل. benevolence الاحسان، godness الصلاح الخير بقى. stand for يرمز الى، highlight يبرز، implement يطبق او ينفذ خدناها، strive خدناها، proficiency مهاره او ابداع او كفاءه، mission بعثة أو مهمة، better يحسن، seek يسعى وراء، strength قوة، talent الموهبة، value يقيم أو يقدر أو قيمة الفاليو، يعني priority دي اللي هي الأولوية، reflect on ينعكس أو يتدبر أو يتأمل، surround معناها يحيط. ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندي أو أول عنوان إيه المينينج أوف بيرفكشن؟ إيه معنى الإتقان؟ اولا اصلا بيجيبها لك بالعربي كده تحسها فرنك. اتقان can't be translated into just one English word، بيقول لك ان كلمه الاتقان ما ينفعش اترجمها لكلمه واحده، دي اكتر من كلمه. as it has a rather broad and deeper meaning، ماشي بيقول لك ان هي لديها معنى ادق واعمق. ماشي it has several meanings، يبقى هي كده ما ينفعش اوصفها في كلمه، دي عندها معاني كتير جدا جدا ومعاني اعمق وادق. it refers هي تشير either to the work للشغل or the duties اللي هي الواجبات، يا اما للشغل يا اما الواجبات. performed التي تؤدى يعني at
completed at the highest quality. يبقى كلمة الإتقان بالعموم كده ممكن أقول لك إن أنت لو هتستخدمها مع الشغل أو مع الواجبات إن أنت حضرتك تؤديها بأعلى quality، أعلى جودة. أنت كده بتتقن الشغل، يبقى أنا باعمل شغلي على أعلى جودة، أنا هنا باتقنه. or the quality and passion، يبقى كلمة الquality الجودة والpassion الشغف. for excellence للتميز and benevolence. one more definition، يبقى هو ده المعنى التاني عشان ما يجي يقول لك ايه العنوان بتاعك او السؤال بتاعك what is the meaning of perfection. ما معنى كلمة الإتقان؟ تديله أنت معنى معنى من المعنيين، أول معنى إن هي ملهاش كلمة واحدة، ده ليها أكتر من معاني وفي معاني عميقة وبتاع، ده لو عايز تقولها. طب ممكن أقول إيه؟ إن هي خاصة بالشغل والواجبات وإن أنت لازم تأديها بأعلى كواليتي بأعلى جودة، ده أول معنى. تاني معنى بقول لك إن إتقان is goodness الخير أو الحاجة الكويسة الإصلاح that stands for اللي بيرمز إلى level of quality برضه لمستوى الجودة of work لمستوى جودة الشغل. الإسلام certainly بالتأكيد highlights بيبرز البرفكشن، بيبرز حاجة اسمها الإتقان and invites man to implement it وكمان بيدعو الشخص أو الرجل، هنا جايب معنى كلمة الشخص، بيدعو الأشخاص إلى حتة تطبيقها. يبقى أنت حضرتك الإسلام بيأكد على إن أنت تبرز حتة الإتقان وكمان بيدعونا إن إحنا نطبقها. What is the importance السؤال بتاعك التاني what is the importance of perfection. ايه معنى كلمة يا باشا الاتقان؟ ايه معنى كلمة الاتقان؟ فتعالى بكل بساطة نقول معنى كلمة الاتقان. The Quran indicates how perfectly Allah has created everything. القرآن بيشير إلى إزاي ربنا طبعًا عز وجل بامتياز بحاجة تحفة جدًا، جدًا، بحاجة متميزة جدًا، جدًا created everything خلق كل شيء. طبعًا هو ربنا خلق كل شيء في أحسن تقويم، فأنت حضرتك عارف إن كل حاجة معمولة صح، كل حاجة معمولة بإتقان، عشان كده ربنا بيدّيك المثال ده إن ربنا عمل كل حاجة صح عشان يدّيك مثال للإتقان. طيب سيدة عائشة narrated that the prophet محمد صلى الله عليه وسلم said النبي صلى الله عليه وسلم على لسان السيدة عائشة قال Allah loves that whoever does something they should perfect it. ربنا بيحب الشخص اللي لما بيعمل حاجة بيعملها بإتقان، بيعملها بامتياز، بيتقنها لأقصى درجة. ربنا بيحب الشخص ده جدا جدا. طبعا ده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه الغرض من الإتقان؟ السؤال اللهبل what is the purpose، ايه الغرض of perfection من الإتقان؟ باقول لك إن الMuslims need to strive، المسلمين محتاجين إن هم يسعوا to achieve يحققوا الexcellence التميز، proficiency الكفاءة، perfection الإتقان in their life في حياتهم. striving for excellence السعي لحتة التميز is not a result، not a result، هي دي مش نتيجة، يعني إن أنت تسعى للتميز ده مش نتيجة، لأ ده it's a means. إيه يا مستر ده؟ هي a means كنت شرحنا الحتة قبل كده دي في عام. A means هي وسيلة، المستر ده فيها اس، برافو عليك، هي وسيلة. يبقى أنا عندي a means وسيلة لو حطيت قبلها الآن، إنما كلمة means وسائل. هي وسيلة to carry out tasks، وسيلة علشان تعمل المهام. Prophet محمد صلى الله عليه وسلم set a good example of striving for excellence، هو قدوة حسنة لينا في حتة السعي للتميز. Before and after his mission، قبل أو بعد البعثة، أو قبل أو بعد المهمة طبعًا اللي هو عملها طبعًا، اللي هي البعثة يعني. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واحسنوا ان الله يحب المحسنين and do good deeds، اعملوا الحاجات الكويسه، احسنوا يعني. surely بالتاكيد الله loves the good doers، ان ربنا بيحب الفاعلين اللي بيعملوا حاجه الخير. طبعا good doers معناه الناس الخيرين المحسنين. طيب غالبا ده الحمد لله رب العالمين اخر عندنا عنوان في الحته دي. the ways what is the ways what are what are the ways، ايه هي الطرق to strive للسعي for excellence، ايه الطرق علشان تسعى للتميز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا باشا نكمل كلامنا. strive to be the best in character، ان انت تسعى انك تكون افضل شخصية in relationships في العلاقات and even when at work او حتى في الشغل. if you love programming مثلا على سبيل المثال لو انت بتحب البرمجة make useful app، اعمل تطبيقات مفيدة. والله العظيم في ثانية واحدة في ابلكيشن كده اقسم بالله جامد قوي قوي اسمه المصلي او المصلى، الله اعلم بقى اسمه ايه بالظبط، بس هو مكتوب بالانجلش المصلي او المصلى. الابلكيشن ده جامد في ايه؟ يعني مختلف في ايه بالنسبه لي؟ انت عندك مثلا عندنا او على اي موبايل في ابلكيشن للقران كده اللي هو تقرا منه ان شاء الله بامر الله تعالى، ماشي؟
فربنا قدرنا ان احنا نقرا. فالابلكيشن ده بقى مميز في ايه؟ القران اللي عليه فيه تفاسير، فانت حضرتك تدوس على الايه يجيب لك التفسير بتاعها. بس كده لا، مواعيد الاذان موجوده عليه، في القبله، اتجاه القبله لو انت مثلا في اي مكان. ابلكيشن جامع قوي قوي، ايا كان مين اللي عمله، والله لسه سامع عنه من قريب. قسما بالله جامد قوي، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته، جامد جدا جدا، ده ابلكيشن مفيد. يبقى انا دلوقتي هنا بقى انا بربط لك الحته دي، لو انت دلوقتي بتحب البروجرامنج، البرمجه، حضرتك ممكن تستخدم البرمجه في ان انت تعمل حاجات خير، حاجات كويسه، حاجات مفيده للبشر. فطبعا حاجه اسمها يوسفول ابس، ماشي. if you love editing، لو انت بتعمل حته الايديت، بتحب تedit يعني، ماشي. make videos of benefit، اعمل فيديوهات مفيده. يا باشا مش في مشايخ زي مثلا الشيخ امجد سمير، مش في ناس يوم مثلا من المحاضره الطويله اللي هي ساعتين او ثلاثه اللي هو بيعملها، ربنا يبارك فيه، مثلا في المسجد، يوم هو الشخص اللي بيعمل الاديتور ده يوم جايب لك فيديو كده بسيط، دقيقه ولا حاجه، يوم قايل لك فيه معلومه جامده قوي قوي تخش دماغك. فهنا هو استخدم الحاجه اللي هو بيتقنها في ان هو يعملها في حاجه خير. if you love speaking، لو انت بتحب الحديث، spread the beauty of Islam، لو انت بتحب ان انت تعرف تتكلم او بتعرف تلقي، انشر جمال الاسلام، جمال الدين بتاعك. our aim، هدفنا should always be the better the world seeking Allah's acceptance in any way possible. احنا في حياتنا طول ما احنا ماشيين احنا بنسعى الى القبول، ان احنا ربنا يرزقنا ويمنحنا القبول في كل حاجه ممكنه في حياتنا. طيب، هنا بيقول لك some ways to strive for excellence. شفت السؤال اللي أنا كتبته فوق اللي هي ايه الطرق؟ جاوب عليه هنا في النقط دي، في البوينتس دي. اول نقطه ممكن تقول له know yourself for your strengths. النقطة التانية show your knowledge and talents to those who value them، ان انت توري المعرفة والتالنت اللي عندك للناس اللي بتحبها او بتقدرها. believe that you can make their world a better place، ان انت تبقى مصدق انك تعمل، انك تطلع من حياتهم حاجة احسن. learn something new every day، ان انت تتعلم حاجة كويسة كل يوم. honor your needs، ان انت تكرم افعالك او تخليها، انا اسف، احتياجاتك تخليها مشرفه. make them a priority، ان انت تخليها اولويه كمان، الحاجات الكويسه بالنسبه لك. reflect on your success، ده طبعا بيؤدي الى النجاح ونجاحك انت بالاخص. speak the truth، قول الصدق. be brave، خليك شجاع no matter what the challenge may be، مهما كان التحدي اللي قدامك عامل ازاي. طب الحمد لله رب العالمين، ده درس ثالث، والله درس جميل جدا جدا، يعني فادني انا شخصيا بصراحه. اول سؤال Muslims should have a نقط. طبعا هو لازم يبقى عندهم passion يعني شغف، اول حاجه خالص. perfection الاتقان stands for the level of quality. كلمه quantity معناها كميه الاولانيه، كلمه quality دي معناها الجوده، طبعا هو هنا بيرمز الى الجوده في الشغل. we strive for excellence، احنا بنسعى للتميز on how to نقط family. انا عايز اقول طبعا كلمه هنا بمعنى يربي عائله، ان احنا نربي العيله. طب تعالى نشوف كده كلمات. رايز الاولانيه دي يا باشا معناها يشرق او ترتفع، بتيجي مع الشمس طبعا، حاجه بتشرق وحاجه بترتفع. ارايز بتيجي بمعنى تنشأ، انت مش بتنشأ عائله، ماشي. ارايز. اراوز بتيجي بمعنى يثير، يثير اثاره جدل، اراوز. انما ريز بتيجي بمعنى يربي، يطلع اجيال، يربي حيوانات، يربي العيله. فطبعا هو تعبير على بعضه كده raise a family. حلو قوي. سؤال رقم 4 to be successful، ان انت تكون ناجح we should نقط perfection، we should achieve perfection، احنا لازم نحقق الاتقان او الانجاز. one of the Islamic demands، واحد من اوامر الاسلام is to نقط the possible excellence in life. انا عايز اقول ان انت تطبق to fulfill معناها تطبق. حلو قوي. تعال نشوف ال true or false. perfection is used to refer to quality and benevolence. الاتقان بيشير الى حته الكواليتي، طبعا 100% صح. The concept of quality، مبدا حته الجوده ده is new to the Islamic narrative. لا طبعا ده مش جديد. Islamic هو التعابير الاسلاميه بتقول لنا على حته الجوده دي من زمان جدا جدا، من اوائل الناس اللي احنا قلنا الحمد لله الدين بتاعنا. perfection is an end in itself، هو الاتقان جالك هو النهايه. ما كلمه end دي يعتبر كريزولت او الريزلت، يبقى دي مش، لا دي يا باشا دي مش نتيجه، ده انا قلت لك هي امينز، هي وسيله اصلا. خلاص كده يبقى ده طبعا غلط. perfection is implemented in the life of the prophet محمد صلى الله عليه وسلم before being a prophet. بيطبقها في الحياه طبعا قبل لما يبقى نبي، طبعا قبل البعثه، فهو قال قبل وبعد البعثه صح. regardless of religion،
and race we should achieve perfection. بعيدا بقى عن الدين والجنس اللي هو سواء انت ذكر او انثى and race والعرق we should achieve perfection. طبعا 100% صح ان احنا لازم نبقى متقنين في اي حاجه بنعملها. الدرس الثالث، الاسئله الحمد لله رب العالمين كتبناها واحنا بنشرح. تعالى كده نخش في الدرس الرابع والاخير في يونت 5 علشان نبقى بامر الله تعالى ختمنا لك نص المنهج بتاع سعادتك في حته الاسلامك، سواء حل او شرح. خد البريك بتاعك وتعالى يا باشا نكمل. الدرس الرابع بيتكلم في حاجه اسمها الموتشوال كوميتمنت، الالتزام المتبادل. تعالى ناخد الكلمات البسيطه. كوميتمنت معناها التزام، ريسبكت معناها احترام او اجلال، honor كلمه honor الاتش سايلنت معناها تكريم ويكرم وشرف ونزاهه، dignity معناها الكرامه، commandments خدنا كلمه commandments الوصايا الاوامر اللي قالوا لنا بقى اتبعوها. good manners الاخلاق الحميده الكويسه، beings الكائنات والمخلوقات لو عايز تقولها يعني. morality morality اللي هي الاخلاق، يعني من كلمه moral اخلاقي. humankind الجنس البشري. principle مبدا، وخدنا aspect زي وجهه نظر او وجهات. attitude موقف او سلوك او اسلوب. privacy خصوصيه. property كلمه property معناها ملكيه، ماشي، عشان في كلمه ثانيه اسمها properly بشكل مناسب او شكل مريح. بولي يتنمر اللي هي جايه من بوليز المتنمرين يعني. تيز كلمه تيز معناها يسخر من. sustenance الرزق. verse آية تيجي بمعنى مقطع، بس هنا طبعا بالنسبة للإسلامك آية. regardless of بغض النظر عن. race جنس أو سلالة أو عرق ده اللي هي مش race اللي هو السباق. mercy رحمة. have mercy on يرحم. deserve يستحق. stable ثابت ومستقر. teachings تعاليم. represent يمثل. ايه هي أهمية الاحترام؟ what is the importance of respect؟ باشا ايه أهمية الاحترام بالنسبة لك؟ طب فهمنا السؤال ممكن يجي ازاي؟ عندي حاجة اسمها the importance of respect، أهمية الاحترام. أول سؤال يجي عن الحتة دي يقول لك ايه؟ السؤال اللي احنا متعودين عليه خلاص وفهمناه. what is the importance of respect؟ ما هي أهمية الاحترام؟ خلاص يا عم تمام، تعال نشوف بقى أهمية الاحترام ده ايه. أولا أول جملة كده بيقول لك Islam teaches us to treat all beings with respect. الإسلام بيعلمنا أو بيقيمنا ان احنا نعامل الناس كلها، مش الناس بس، كل المخلوقات all beings بالاحترام. خلاص، وبالاحترام بس قال لك لا with honor كمان بالشرف والdignity والكرامه. the most deserving of respect is our creator الله عز وجل طبعا himself. ان الشخص او ربنا هو الحد الوحيد اللي احنا لازم نعامله باحترام، وده اكتر حد مستحق ان احنا طبعا نحترمه ونحترم التعاليم ونحترم الرسل والكلام اللي انت اوريدي عارفه الحمد لله رب العالمين. فهو الاوحد اللي هو الحق بالموضوع ده. respect beings ان انت تحترم begins بيبدا بايه؟ الاحترام بيبدا بايه؟ loving and obeying the commandments of Allah. الاحترام اوله بيبدا بان انت حضرتك تحب وتطيع وصايا ربنا عز وجل او الاوامر اللي ربنا امرنا بيها. all the good manners كل الاخلاق الحميده and high standards of morality وكل المعايير العاليه من حته الاخلاق that are inherent in Islam موجوده في حته الاسلام flow from this respect، وكمان ليها من منطلق الاحترام. Islam requires يتطلب that everyone learn to obey the creator and thus treat oneself. الاسلام بيتطلب ان كل حد فينا يتعلم ازاي يطيع الكرييتور او الكرييتور اللي هو الله عز وجل. human kind البشريه او الجنس البشري. other beings وكمان المخلوقات التانية and the environment with respect، ان احنا كمان نعامل ربنا الكرييتور، نعامل المخلوقات التانية، نعامل المخلوقات البشرية، نعامل الانفايرمنت البيئة بالاحترام. respect is a particularly important principle and quality that is highly emphasized by Islam. حلو قوي. بقول لك ان الاحترام ده مبدأ مهم جدا جدا and quality والجودة that is highly emphasized by Islam. الإسلام أكد على حتة الجودة كمان في الاحترام. It's defined as the polite attitude shown towards someone or something. هو بيعرفه الإسلام كمان بيعرفه إن هو polite attitude. خدنا كلمة attitude معناها سلوك أو أسلوب.
polite معناها مهذب، هو أسلوب مهذب اتجاه شخص أو شيء. It's an act of honoring، هو تصرف لحتة الشرف. honoring people أو تكريم الناس. caring about their rights، الناس كمان اللي بتهتم بحقوقها. Islam guides us to treat all beings with respect. الإسلام بيرشدنا أو بيوجهنا إن إحنا نعامل كل المخلوقات بالاحترام. We respect others privacy، إحنا بنحترم الآخر يعني خصوصية الآخرين. property وفيلينجز والمشاعر. We don't bully or tease others. الجملة دي مهمة قوي، إن إحنا مش بنتنمر أو بنغيظ أو بنضايق الآخرين. طبعا الإسلام على فكرة ده من وصاياه كبيرة جدا جدا. We treat everyone with good manners، إحنا بنعامل كل حد بأخلاق حميدة أو بأخلاق كويسة. طيب respect as a divine gift، الاحترام كمنحة إلهية. بسم الله الرحمن الرحيم. هات لي من أول هو بيشرح لك حتة الاحترام كمطلب اجتماعي كمان. respect as a social demand. بقول لك إيه، respect for humankind is an important teaching of Islam. respect الاحترام لhumankind للبشر هي تعاليم مهمة من جانب الإسلامي. Islam regards all human beings as equal. الإسلام بيقول إن كل حد فينا متساوي. احنا في حتة هشرح لك هرجع لها فوق تاني. and deserve respect، وكمان بيستحق الاحترام. Muslims are required to show respect. المسلمين مطالبين ان هم يبينوا او يظهروا الاحترام to all human beings regardless of their differences. الاسلام امرنا ان احنا نحترم كل المخلوقات. هل جه حدد لك ان انت تحترم المسلمين بس؟ لا، انت تحترم الكل بغض النظر عن اي حاجة تانية، عن الاختلافات اللي عندنا. It's a value، هي قيمة that needs to emphasize in our lives، إن إحنا لازم نؤكدها في حياتنا to keep stable good and healthy relationships with people، علشان نأدي إن إحنا نعمل حاجة اسمها نرسي، يعني نخلي في علاقة كويسة ماشي مع الناس. فالعلاقة الكويسة مع الناس هتيجي إن إحنا بنعملهم كويس، علشان الإسلام أمرنا بالاحترام مع أي شخص مهما كان عرقه، مهما كان دينه، مهما كان لونه، عشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناخد عنه حديث دلوقتي. When we respect others، لما بنحترم الآخرين we implement Prophet محمد صلى الله عليه وسلم teachings، احنا بنطبق تعاليم سيدنا محمد and obey الله، وكمان بنطيع ربنا. We shouldn't let the bad deeds، احنا ما ينفعش أو لا يجب نخلي الأفعال السيئة of others للآخرين affect our good manners، ما نخليش الأفعال السيئة للآخرين تؤثر على أخلاقنا الحميدة. because we represent ourselves، لأن احنا بنمثل نفسنا as إن احنا مسلمين Muslims not them، مش هم كمان اللي بيمثلون. تعالى بقى ناخد القطعه اللي فوق دي عشان مهمه قوي. بقول لك ايه، ان انا البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم said he isn't one of us who doesn't have mercy. ماشي، ثانيه واحده have mercy on our young or doesn't respect our elders. سيدنا محمد قال ايه؟ قال ليس منا، مش مننا، اللي ما عندوش رحمه mercy on our young بالشباب، اللي هو مش بيرحم الشباب. يعني أنا لو شخص كبير شويه في السن، لازم اعامل الشباب بحنيه برحمه علشان ارشدهم للطريق الصح. طيب وكمان احنا كشباب علينا ان احنا لازم نرسبكت الالدرز الكبار في السن. يبقى سيدنا محمد بيقول لك ليس منا اللي مش بيرحم الشباب ولا بيحترم الناس الكبيره في السن. ولذلك تشو ريسبكت ان انت توري الاحترام تو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، ان انت تحترمه وتحترم تعاليم النبي. we must obey him، لازم طبعا نطيعه في اللي هو بيقوله ده 100%، and follow his examples ونتبعه في حته الامثله اللي هو ماشي بيها. طيب ده كده الدرس الرابع، الحمد لله رب العالمين، ده كده يونت 5. تعال نحل على الدرس ده. respect is the polite attitude. كلمة attitude معناها اسلوب او حاجة مهذبة طبعا. we respect others نقط. انا عايز اقول احنا بنحترم الخصوصية privacy. every Muslim or non-Muslim is a نقط of respect is worthy of respect، جدير بالاحترام. Islam commands people to show نقط to the creatures، هو بيأمر الناس to respect all the creatures، ان احنا نحترم كل المخلوقات. السؤال رقم 5 بيقول لك respect الاحترام is a value، هي قيمة that has to be taught، لابد تعليمها and practiced in our daily life، وكمان ممارستها في حياتنا اليومية. دي كانت الاختيارات. تعالى نشوف ال true or false. أول سؤال بيقول لي respect is a very important quality emphasized by Islam. respect ده هو طبعا
حاجة مهمة جدًا ليها علاقة كمان بالجودة، لإن هي حاجة الإسلام أكد لنا عليها، طبعًا صح. Respect is one of the basic teachings of Islam. ده واحد من التعاليم الأساسية للإسلام 100% صح. respect respect is not a principle in a good society. هو ده مش مبدأ في المجتمع كويس، غلط طبعًا، ده مبدأ كويس جدًا، جدًا، ومبدأ أصلًا الإسلام رشّح لنا أو كمان أمرنا إن إحنا نعمله. We disrespect the property of others. هو إحنا بنقلل من احترام الناس؟ طبعًا غلط. Muslim and not Muslims are worthy of respect. سواء المسلمين أو غير المسلمين جديرين بالاحترام، لأن الإسلام أصلًا أمرنا إن إحنا نعامل كل المخلوقات بعيدًا عن الدين، بعيدًا عن العرق، بعيدًا عن الجنس، نعاملهم كلهم باحترام. فطبعًا الMuslims والnon Muslims are worthy of respect. الأسئلة اللي إحنا الحمد لله رب العالمين قلنا عليها respect إيه؟ معناها إيه؟ قلنا لو إزاي الواحد يعامل الآخرين باحترام طبعًا. الاحترام مهم إزاي كvalue كقيمة. التكملة هتيجي بالحتة اللي فوق، الترجمة هتيجي بحفظك للكلمات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ده كده مع حضرتك نص منهج الإسلامك بأمر الله تعالى، شرح وحل بالتفصيل. استاذنك وانت شغال معايا في كشكول جميل كده تسجل فيه الحاجات اللي لها علاقه بالملحوظات المهمه، الاسئله المقالي عشان تعرف تجاوب عليها. بأمر الله تعالى تتوكل على الله، تكتفي بالمحاضره دي، وان شاء الله تفيدك بأمر الله تعالى بالنسبه لنص المنهج. ألقاكم على خير إن شاء الله في نص المنهج الثاني، في رعاية الله وحفظ أخواتي.